السلام عليكم ورحمة الله. ليش صار لنا تقريبا فترة داوشكو بالكبد وكذا؟ لأني لما بحثت عن أعضاء الجسم وجدت إنه إذا صلحنا الكبد ثقوا إنه بنتخلص من 90% من الأمراض ويمكن 100% تماما. ولما الصينيين سموا هالعضو سبحان الله سموا الكبد هي قائد جيش الجسم، ما أطلقوا عبثا. فإحنا إذا أصبنا لا سمح الله بمشاكل بالكبد، ويؤسفني إني أقول انه 80% تقريبا مصابين بمشاكل بالكبد، بصير عندنا مشاكل، بصير عندنا ارهاق، بصير صداع، بصير منفيق من النوم تعبانين، بصير في عندنا ضعف مناعة، بصير امراض جلدية، بصير عندنا معرضين للاصابة بالضغط، بصير عندنا كرش، وزن زائد، ما نستطيع نخفض الوزن، ارتفاع حرارة غير مفهوم، جفاف باللسان، احمرار بالعينين، مشاكل بالجلد، بصير عندنا شحوم ثلاثية وكوليسترول، بصير عندنا بواسير، بصير عندنا مشكلة بالجهاز الهضمي، بصير عندنا قولون، بصير عندنا ارتجاع مريء، تذرب المرارة وغيره وغيره وغيره. لاحظوا ممكن توصل للسرطانات بسبب الكبد. مشان هيك العضو أنا ركزت عليه. وكثير ناس مثلا بالبرامج بيقول لي شو نختار؟ بقول لهم اختاروا الكبد الدهني. بقول لي يا أخي أنا مثلا بعاني من وزن زائد، بقول نعم اختار برنامج كبد الدهني. أنا بعاني مثلا من وهن، اختار برنامج كبد الدهني. أنا بعاني مشكلة بالمرارة، اختار برنامج كبد الدهني. أنا عندي ضغط، اختار برنامج كبد الدهني. أنا عندي شحوم، اختار برنامج كبد الدهني. ليش أنا دائما بقول الكبد الدهني؟ لأنه بالفعل إذا صلحنا الكبد إحنا بنتخلص من كل الأشياء هاي. لكن خليني أقول لكم نقطة ثانية. الطب الوظيفي اللي بنعتمده إحنا لا يعتمد على أني أعطيك حبة دواء. اللي جاي لعندي بتوقع أني أعطيه والله كبسولة أو حبة دواء أو أقول له خذ هالشغلة. مش عندي هذا الكلام. أنت ممكن تروح على طبيب عادي ويعطيك عبارة عن مسكنات، ولكن بتزيد عايش دائما مع هالادويه. احنا ما بدنا هالشيء هذا. احنا بدنا خلال 3 شهور ان شاء الله الانسان يرمي الادويه كلها ويرجع لحياته الطبيعيه. وهي هو الطب الوظيفي، هي هو الطب التكاملي، وهذا سبب نجاحه، انه بيعالج الجسم من كله بشكل سريع جدا. رح يقولوا لي شو علاجي؟ العلاج مثل ما قلت لكم عباره عن نظام متكامل، برنامج. انا نزلت تحديات موجوده بالبايو، ممكن نظل شهر لشهرين لثلاث لاربعه، بعض الناس اكثر حسب تقدم الحالة. أما باختصار اللي بيحب يعرف مشان ما يقول أنت عم تخبي معلومة، باختصار تماما، اللي بده يتخلص من الكبد الدهني وبالتالي يتخلص من كل الأمراض، رجاء امنعوا السكر المفيد قبل غير المفيد لمدة 3 شهور. لمدة 3 شهور تماما. امنعوا لي الرز، وامنعوا لي البطاطا، وامنعوا لي التمر، وامنعوا لي العسل، وامنعوا أي سكريات شو ما كانت بالحالة هاي. ان شاء الله انتم بتتخلصوا من الكبد الدهني. نرجع نمنع السموم اللي هي عباره عن طاعون العصر، الزيوت المهدرجه اللي فيها اوميجا 6 اللي بيؤدي لالتهابات. انا برجع بقول احنا بنتعامل مع شخص مريض بده 3 شهور يتحمل شوي، يمتنع عن الاشياء هاي. اللي بقول لي طيب شو بدي اغذي الدماغ والاعصاب؟ الدماغ والاعصاب غذاها من الكيتونات، من الدهون الصحيه، ومع ذلك رح ناخذ بعض الكربوهيدرات من الخضار والورقيه. ركزوا لي على الخضار والورقيه، الله يسلمكم. الخضار والورقيه كل يوم 7 ل 8 اكواب. لا تروحوا على دائما تحسوا وجباتكم بس عباره عن معجنات واشياء هاي. بعدوا عن المعجنات، بعدوا عن الجلوتين، بعدوا عن الاشياء هاي، وكلوا خضار ورقيه. يعني خلوا غذائكم يوميا خضار ورقيه، ما لذ وطاب منها جيبوا. لما تروحوا على السوق جيبوا كثروا. قبل بيوم جيبوا الخضار الورقيه وخلوها عندكم. لما تصحوا من النوم اشربوا العصير الخام. العصير الخام شو هو؟ هو عصير الخضار تماما. ونقلل، ممكن نحط معه شيء بسيط مثلا ربع حبه تفاح فقط، ولكن هو بشكل عام كل ما كان خضار. ممكن تجيبوا كمكمل غذائي عباره عن الكلوروفيل. ممكن ناخذ بعض المكملات اللي بتفيد مثل حليب الشوك بيفيد الكبد، مثل الهندباء، ولكن اذا بعدنا عن السموم ما راح نستفيد، الله يسلمكم. ممكن ناخذ مثلا الخفيش اللي ذكرته، السلبين المريمي، ولكن اذا ما بعدنا كمان عن السموم ما راح نستفيد. ناخذ البروبيوتيك كمكمل غذائي او المخللات، ولكن اذا ما بعدنا عن السموم ما راح نستفيد. ممكن نصائح لبعض التسوق هذا اللي بعمله. لما تروح انت قبل بيوم كيف انت خطتك نحو العلاج، شو لازم تشتري وكيف لازم ترتبهن قبل بيوم، وتعرف لما تقرا الملصق تعرف هذا مناسب ولا مش مناسب. هاي خطة العلاج تماما. خطة العلاج لاحظوا شو التحاليل لازم اعملها مشان اعرف اني مصاب ولا مش مصاب، شو لازم التقدم كم لازم يكون، متى راح اشفى. هي عبارة عن خطة العلاج. وباختصار انا ذكرت لكم كل اللي راح نعمله احنا بالدورة هاي هو تماما. راح نعمل اللي بيشتركوا معنا بالتحدي، راح نعطيهم اعراض الاصابة بالكبد الدهنية، شو الاسباب اللي بتخليك تصاب بالكبد الدهنية، بعدين انت كيف ممكن تعالج الكبد الدهنية، ونشرح تماما مشان نكون خبراء تغذية شو هي الكبد الدهنية. بعدين نيجي خطة العلاج. لما اروح انا على السوق لازم اعرف قائمة المشتريات. لما اطلع على المنتج اعرف هذا بيناسبني
ولا لا. اختار دائما المنتجات عندي وارتبها بطريقه معينه. بعدين لما ابدا صباحي شو اعمل، شو وجبه الافطار المناسبه، شو الاشياء اللي لازم ابعد عنها خطوط حمر، شو العصائر اللي لازم اشربها ولا راح تفيدني، شو الحلويات، شو الوجبات الثانيه، شو بعض العصائر اللي تخفض الشحوم والكوليسترول والشحوم الثلاثيه، شو بعض العصائر اللي بتساعدني بالتخلص من المراره، عفوا من حصل المراره من الكليه ومن ريح الكليه، شو بعض الاشياء اللي بتساعد، بعض المكملات اللي بتساعد العصاره الصفراء مشان تنتج، مشان نتخلص من الدهون، وغيرها وغيرها وغيرها. هاي الاشياء اللي بنقدمها بالبرنامج، ولكن البرنامج في تحديات، في متابعه يوميه. فانا ذكرت، لا احد يقول لي ما ذكرت، هاي ذكرت اللي راح نعمله تماما. هاي هو برنامجنا باختصار، هاي هو برنامجنا باختصار. فانا نزلت تحدي موجود بالبايو الله يسلمكم، ثمن رمزي مش كثير، مقابل انه شهر كامل بدي امشي معكم بتحديات، وراح نتخلص ونحاول نستفيد ونتغير حياتنا. لكن انا بستغرب انه الناس مثلا يعني بتحط كثير والقليل على اشياء ما لها داعي، ولكن لما تيجي عند الصحه بصير يحسبوا. نعم الصحه بتستاهل والصحه بتستحق، ولما نتخلص من الامراض احنا بنستحق انه نتعب مشانها ونصرف مشانها. افضل استثماراتنا هي استثماراتنا بصحتنا. لا حدا يقول لي ما قدمت معلومات. ارجعوا على الفيديوهات تبعي ال 5000 او 6000 فيديو اللي منزلهن، بس اكتبوا مثلا التخلص من الكبد الدهنيه خالد البرقاوي بالبحث، بتلاقوا فيديوهات حوالي 10 فيديوهات. عصير التخلص من الكبد الدهنيه خالد البرقاوي، بتلاقوا 10 فيديوهات. معناته المعلومات انا مش حاطها يعني بثمن. انا كل بقول يا جماعه اللي بده معلومات مجانيه موجوده هون، قناتي على اليوتيوب موجوده، كله موجود معلومات مجانيه. لكن اللي بيحب اني اعمل له متابعه، اللي بيحب عنده مثلا حاله متقدمه وبيحب اني اعمل له متابعه، حيا الله يفوت على البايو والله يوفق الجميع. او حطيت حتى رابط بامكانك تدخل عليه هون بثمن رمزي بسيط جدا. حياك الله مره ثانيه.